في طريقتين لوضع الهارد جل على الضوافر. هقول لك طريقتين اهو في فرق البتاع ده الهارد جل. الطريقه الاولى نقطه صغنونه خالص، وبروح افردها كاني بفرد زي ما كنت بفرد البيز او اللون. شايفه طبقه ارق من كده مفيش. واخد على قد ما ايه ما انا محتاجه للضافر واروح افرد. شايفه بفرد ازاي؟ الطريقه دي ميزتها ان هي سهله وسهله جدا للمبتدئين بالذات. تمام. واروح منشفه في اليو في، بحط الاربع صوابع واروح انشف الاربع صوابع في اليو في على ما هي بتنشف ايديها. مثلا الشمال اللي انا اشتغلت فيها اروح اكون عملت الاربع صوابع بتوع الايد اليمين وتطلع ايديها الشمال من اليو في تدخل الايد اليمين، اروح انا واخداهم تاني وحاطه عليهم طبقه تاني. ليه؟ عشان الطبقه دي خفيفه. عشان الطبقه دي خفيفه جدا. تمام. ما ينفعش اعتمد على الطبقه الخفيفه قوي دي. اروح عامله واحده تاني بنفس الطريقه بس ممكن اكثفها شويه. فاهمه؟ هي اتقل حاجه بسيطه يعني زي المانيكير. كاني بحط المانيكير. برافو عليكي. عيب الطريقه دي ايه بقى؟ انها كده كده هيبقى في مطبات. فانت شايفه اهو، انت حتى هتلاقيه باين. شايفه المطبات؟ مهما كانت ايدك دقيقه هيحصل فيها مطبات. طيب بعد ما بنشف لازم الغي المطبات، فبعمل ايه؟ بروح جايبه الكحول رشه مسحه بالمنديل اشيل التلزيقه. مش انا قلت لك ان كده كده ده التلزيقه دي بتفضل موجوده حتى بعد ما ينشف. طيب فانا بشيل التلزيقه بايه؟ بالكحول. رشه كحول واروح مسحه بالمنديل وبعدين واخده المبرد وابرد. وهوريكي واحنا بنبرد لما نيجي نشتغل عملي. واحنا بنبرد بتبردي بحيث تلاقي السطح بقى كله متخشن. ليه؟ انت بتبردي كده فانت بتلمسي الحته العاليه. طب الحته المطب الحته الواطيه المبرد ما وصلهاش. طول ما انت شايفه بعينك ان في حته بتلمع وحته خشنه يبقى لسه الضافر ما بقاش مستوي. تمام. اول ما تلاقي ان الحته دي بقت كلها متخشنه يبقى خلاص الحته دي استوت، خلاص مش محتاجه ان انا ابرد فيها تاني. انا اقول على الحته اللي جنبيها واشيل ايدي لقيت في حتت بتلمع وحتت بتتخشن يبقى لسه اخشن تاني لحد ما احس انه خلاص كله بقى خشن يبقى خلاص استوت وهكذا. في الحاله دي لازم اخشن الضفر كله او لازم ابرد تاني الضفر كله عشان اظبط الشكل ما يبقاش عندي اي مطبات. دي الطريقه الاولانيه. طيب الطريقه الثانيه واللي انا شخصيا بفضلها، الطريقه الثانيه ان انا اعمل طبقه. شايفه الكميه اللي انا اخدتها اكتر شويه من اللي انا كنت واخداها في الاول. وهبدا احط الهارد جل كده. شايفه انا حطيته كانه كوره. ماشي. بعدين بالفرشه ابدا ازقه 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 لحد ما اوصل فوق للحته اللي انا عايزاها اللي هو قبل الكيوتيكل على طول. قبل الكيوتيكل بحاجه بسيطه باقل من ملي. وازق الناحيه دي ازق ازق والباقي تروحي سحباه لتحت. حسيتي انها خلصت منك الفرشه وانت عايزه تاني خدي تاني وحطيها برضو في النص زي نفس الطريقه وابدأي زقي زقي وبعد كده اسحبي الباقي على تحت. الهارد جل بالذات في الجو الحار هتلاقيه بيسيح بسرعه جدا. على ما تحط ايدها في الجهاز هتلاقيه ساح وجه من الجناب. دي حاجه. الحاجه التانيه انا ببقى عايزه اعمل حاجه اسمها بومبي. يعني ايه بومبي؟ عايزه كثافه الجل في الحته دي من الضافر تبقى اعلى اكتر من اللي موجوده في نهايه الضافر. ليه؟ طول ما هنا في تقل هيفضل ماسك كده في حاجه متقله هنا. طيب لو التقل هنا هيقطم. فاهمه؟ اعمل ايه عشان اعمل بومبي وعشان احافظ على الجلد بتاع ده الهارد جل انه ما يسحش من هنا ومن هنا؟ اروح قايله للزبونه اقلبي صباعك اقلبي ايديك. تروح قلبه ايديها كده هي تقلب كده يروح الجل يبدا ينزل من الجناب ويتكون هنا يتركز هنا. انا بقى بعيني ابص كده بالذات لما بيبقى شغاله على اضاءه زي الاباجور اللي انا شغاله عليها كده فتبقي شايفه كويس. لو الجل فيه عامل نقره هنا او عامل نقره هنا تروحي انت ماسكه طرف الجل كده وعامله كده. شايفه بيتحرك معايا ازاي؟ شايفه؟ بصي. وتروحي تحاولي تساويه وتخليه كله سوا واحد قبل ما تدخل ايديها في اليوفي وتروحي مدخلاه. ممكن تعملي صباع صباع. انا احيانا بعمل الاربعه بالذات في ايام الاعياد لان ببقى عايزه انجز فاروح حاطه الجل على الاربعه. بعدين ابدا اظبط الشكل. يعني باخد كوره واحطها هنا كوره واحطها هنا كوره واحطها هنا كوره واحطها هنا واسيبهم كور. بعد كده اروح ابدا ازق
واظبط الشكل، وازق واظبط الشكل، ازق واظبط، ازق واظبط. بعد كده في الاخر اروح اقول لها اقلبي الاربعه مع بعض، واشغل الاربعه مع بعض. الخطوه اللي اعملها هنا اعملها هنا اعملها هنا اعملها هنا بسرعه. بعد كده اخليها تقلب. بعد ما تقلب اروح انا باصه، حسيت ان في نقره او حاجه اروح سحباها بالفرشه ومظبطاها. في حاجه جت على الجلد اروح ماسكه الزقاقه ومسحه اللي جه على الجلد. الاربع صوابع مع بعض في نفس الوقت بسرعه. الاربعه ظبطوا، يلا الاربعه يدخلوا جوه الجهاز مره واحده. طيب انا مش سهل ان انا اعمل الاربعه مع بعض، يبقى تعملي واحد واحد.